SDS Page هي تقنية تستخدم لفصل البروتينات حسب الحجم. أول خطوة هي تحضير البروتين بحيث يكون قابلا للفصل. ال SDS هي مادة بترتبط بالبروتين وبتفك طيه عن طريق الديناتوريشن للأيونيك بونز أو الهيدروجين بونز والهيدروفوبيك انتر أكشنز. لكن لو البروتين فيه دايسلفايد بونز بنضيف بيتا ميركابتو إيثانول عشان يكسرها وبالتالي البروتين يتفرد بالكامل. ال SDS كمان بيغطي البروتين بشحنة سالبة، وده بيضمن انه يتحرك في الجل من الكاثود السالب للانود الموجب اثناء الفصل. بعد كده بنجهز الجل اللي البروتينات هتمر من خلاله. الجل هو البولي اكريلاميد جل، بيشتغل كمصفاة تفصل البروتينات حسب الحجم، وبيتكون من جزئين. الاول ستاكن جل، البي اتش بتاعته 6 و6 بحجم مسام كبير نسبيا، ودوره انه يجمع البروتينات مع بعض بحيث كلهم يبداوا التحرك في نفس الوقت. الجزء الثاني الراينج جل او سبريتنج جل، بي اتش 8 و8 بحجم مسام اصغر، وده اللي بيتم فيه الفصل الفعلي للبروتينات حسب الحجم. بعد تجهيز الجيل بنحمل العينة اللي فيها البروتينات اللي عاوزين نفصلها في الولدز، ومعها نضر في ويل منفصل، والنضر ده بيكون ميكس من بروتينات معلومة الحجم بنستخدمها كريفرنس لمقارنة أحجام البروتينات اللي عاوزين نفصلها. عملية الفصل: بنحط الجل في الكتروفريزد تشامبر ونملاها بفرة ونعرضها بتيار كهربي، فتبدأ البروتينات تتحرك خلال الجل حسب حجمها. أول حاجة بتمر خلال الساكن جل، واللي دوره زي ما قلنا التأكد إن كل البروتينات تبدأ في نفس الوقت. بعد كده تمر خلال السبريتنج جل، واللي هيتم فيه الفصل الفعلي للبروتينات حسب الحجم بحيث البروتينات الصغيرة تتحرك أسرع من الكبيرة. بعد انتهاء الفصل بنصبغ الجل بصبغة الكومازي بلو عشان نقدر نشوف البانز الخاصة بالبروتينات. أخيرا بنحدد حجم البروتينات عن طريق مقارنتها بالبانز الموجودة في اللدر. كده قدرنا نفصل البروتينات حسب حجمها.